مساء النور خواتاتي المغربيات وخوتي المغاربه، نتمنى تكونوا على خير وبخير. فواحد الخروج اعلامي رياض محرز، اللاعب الجزائري اللي كيلعب في واحد الفريق الان في الدوري السعودي. خرج وقال بانه يستحق، هو من يستحق الكره الذهبيه الافريقيه لهذه السنه، وذكر بالاسم ياسين بونو. كون غير بقى ساكت بعدا وقال لهم انا نستحقها وسكت، لا ذكر ياسين بونو. قال لهم وسمعت بانهم كيهضروا على كيتكلموا على ياسين بونو انه هو اللي غادي يفوز، ولكن انا اللي غنستحقها لانني فزت مع سيتي مانشستر سيتي بالثلاثيه وداكشي. واخا خويا، وانت فزتي مع مانشستر سيتي بالثلاثيه، ولكن ما دخلتي ما لعبتي حتى شي ماتش كامل. وقيلا لعبتي شي 5 دقائق ولا 3 دقائق في ذوك الماتشات كاملين اللي لعبتي. اصلا غوارديولا ما كانش كيعول عليك زعما، وقصيتي كاس العالم. راه ياسين بونو راه لعب لا كوب دي موند ومشى للدومي فينال ديال لا كوب دي موند وكان يقصر، ولكن مشى حتى للدومي فينال وجا للسعوديه وكيتخلص احسن منك في السعوديه، وموصل الفريق ديالو للمرتبه الاولى ومحافظ على المرتبه الاولى ومحافظ على الكلينشيت ديال المرمى ديالو، نقي المرمى ديالو ما كيستقبل حتى اهداف. فهمتي؟ دونك انت الا بغيتي تنافس معاه. ومؤخرا في الحفل ديال تسليم التتويج بالكره الذهبيه في العالم اللي داها ميسي، راه هو كان كلاسي 13. انت ما كنتيش كاع في داك الكلاسمون ديال 30، كاع ما كاينينش. انت في 30 واحد انت ما كاينش. كيفاش بغيتي دير لها؟ ولا انت وليتي كتثق بهاد الخزعبيلات ديال حافظ الدراجي وديال داك قرع الراس اللي في الجزائر داكشي، داك المعلق الرياضي. انا الله رياض محرز، زعما كبرتي في فرنسا وعشتي في فرنسا، وربما خص ماماك في فرنسا تكون رباتك شويه وعطاتك واحد العقليه شويه مغايره على العقليه اللي عندكم في الجزائر. الله يرد بك ولدي، الله يرد بك ولدي. على الشيطان، على الشيطان. كرة الذهبية الإفريقية والله ما كتحشم.